بالظبط. انا لما يجي الرسول عليه عليه السلام الصلاة والسلام. في الخطبه والنظر للمخطوبه آه. يقول لك انظر اليها اه. فانه احرى ان يؤدم بينكما. مم. هل الرسول قال انظر الى ماذا؟ هل لا. قال انظر الى وجهها؟ اه. هل قال انظر الى شعرها؟ وانما اطلق النظر. انظر اليها، ايوه. لان النظر اليها سيؤدي الى ان كنتوا تكونوا عارفين بعض كويس وتدرسوا بعض كويس وكلام من ده. جم الفقهاء بقى اختلفوا في مجال النظر. مجال النظر، ايوه. الفقهاء الثلاثه الحنفيه والمالكيه والشافعيه قالوا انظر الى الوجه والكفين فقط. فقط. جه الحنابلة اه. هو المذهب الرابع قال لك انظر إلى ما يظهر منها أثناء قيامها بالأعمال المنزلية بالنص. تمام. هذا منصوص عليه في كتب الحنابلة. طب إيه اللي بيظهر من المرأة أثناء قيامها بالأعمال المنزلية؟ هل المرأة وهي بتنظف بيتها بتبقى لابسة بكم وبتبقى لابسة طويل؟ لا. وبتبقى واخدة ولا بتبقى راحتها. واخدة راحتها بشرط أن يكون القصد من النظر هو الرغبة في الزواج، وليس مجرد الاشتهاء أو التسلية. ولذلك بعض الفقهاء حدد مدة النظر ثلاث مرات فقط. وبعد ذلك يا تتجوز يا اما تستكل يا اما خلاص.